وانت مصري. انا طبجي وضيفي طبجي بالمناسبه يعني. بس انا طبجي طه واو، هو طبجي ضم على الطه. بس لما قعدت اتناقشت معاه احنا مش قرايب، بس هو يعني يكفي ان هو الاصل سوري. بس هو لو رجعنا الاصول خالص فهي الاصل تراكوة يعني. انما هو لما بيقول لي ان امامه فيها طه واو، وهو الوحيد اللي عنده طه ضمه. ايه حكايتك يا مصطفى طبجي؟ ازيك؟ مشرفني اهلا ومنور. بيك اهلا بيك. اولا مصطفى الطبجي هو شاعر وكاتب وصاحب كتاب فيش وتشبيه، وهو من افضل الكتب اللي تواجدت بعد ثوره 25 يناير. مصطفى، اقول لك يا طبجي ولا اقول لك يا مصطفى؟ مصطفى كويس. مصطفى كويس. انت ايه ماله الطبجي؟ لا عادي كويس. لا انا بنخشك بس. ربنا يخليك. قول لي مصطفى، الكتاب فيش وتشبيه بعد ثورة 25 يناير، يعني هل كان له بداية قبل 25 يناير وبعد 25 يناير انتهى بشكل آخر ولا لا؟ اتفضل. هو فعلا كده، هو الكتاب بدأنا فيه قبل 25 يناير، قبل حتى ما يكون فيه فكرة هنعمل ثورة والكلام دوت. وكان الفكرة ان احنا بنتكلم انا وزمايلي ان احنا عايزين نغير نفسنا. كويس. بس كانت في مشكلة. تمام. انا غيرت نفسي، في فساد في الحكومة. كويس. هل التغيير دوت هيأثر ولا زي ما هو؟ تمام. فلما قامت الثورة سؤال بقى التغيير هنا واجب، ان تمام. خلاص الفساد اتنقل من الحكومة لسجن طرق. تمام. فيبقى هنتغير بقى. ها. فدي الفكرة، فالكتاب اتغير. الهدف هو بس الحماس بقى اكتر، الواجب بقى اكتر، الدفع بقى اكتر. كويس. لكن الهدف هو ان انا لازم اتغير، ان يعني ما ينفعش اكون انا وحش واقول اصل الحكومة وحشة ما انا كمان وحش. ها. هي دي نفس الفكرة. انت شايف بعد 25 يناير وبعد ما حققنا اهداف كتيرة من الثورة، وبعد ما اصبح رموز كانت بتؤثر بشكل كبير موجودة دلوقتي في سجن طرق، هل شايف ان احنا محتاجين نعيد بعض الحسابات خلال الفترة الجاية ولا لا؟ اكيد. الحسابات هتبدأ ازاي ومنين؟ هتبدأ بينا احنا. هو انا زي ما كنت بقول في الكتاب، انا بكسر اشارة، انا بدفع رشوة. كويس. انا بجيب واحد معرفة عشان يعيني. طب هو ده مش دعوة بالحكومة. تمام. انا لو غيرت نفسي مفيش مشاكل، مش تمام. هتبقى في مشاكل. كويس. فهي دي الفكرة. تمام. استقبل التليفون. معانا محمد على التليفون. محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ منور. ازاي الحال حضرتك؟ احنا بنحييك. اهلا بسماء الطبي. اهلا وسهلا. ايه رايك في جزئيه طبجي وطبجي دي؟ ما هو الطبي الثنائي اما يكون واحد فبيبقى منور، اما يكون اثنين فزاد النور فهتبقى ايه؟ ربنا يخليك. علشان الله يخليك. بس اقول لك على حاجه يا محمد، اتفضل. في طبجي بشعر وطبجي من غير شعر. ما هو لا ممكن يقع بعدين. استاذ محمد، احنا مش عايزين ندخل في ايه؟ احنا مش عايزين ندخل في نقاش بعيد عن الموضوع. ايوه. المهم شباب الثوره، انا كنت شايف الدكاتره اللي كانوا موجودين مع حضرتك قبل كده. دكتور هيثم ودكتور محمد. بصراحه يعني احنا نقول ايه؟ الثوره بالفعل خلت كل مصري يتنفس. تمام. خلت كل مصري يتنفس. فانا حضرتك يعني معلش انا كاتب حاجات، طبعا انت معاك كاتب وشاعر. يعني ان شاء الله انا كاتب حاجات عن الثوره، كاتب صوره والصوره دي ما بنحبش نشوفها. وكاتب ايدي في ايدك، ودي حاجه كويسه ويا ريت. كويس. هل حضرتك هتبعتها على الجروب بتاعنا ولا هتقولها دلوقتي؟ ويا ريت يا ريتها. وكاتب اهمال، يعني اهمال بعد الثوره ده مش عايزينه. تمام. طبعا فنسمع ايدي في ايدك بعد اذنك. عايز ايه؟ ايدي في ايدك. ايدي في ايدك. اتفضل. ايدي في ايدك. ايدي في ايدك، يلا نطهر مصر بلدنا من الفاسدين. ايدي في ايدك، يلا تعالى نكشف قادة كانوا خاينين، نهبوا سرقوا قتلوا ظلموا ونبصوا لتقاليد ولا دين. ايدي في ايدك، خلي شعارنا مصر لكل المصريين، كل الشعب ده راجل واحد واقف صامد مش خايفين. ايدي في ايدك، يلا نحيي كل شباب 25 وبدعوات خالصة من القلب نسأل بيها رب العالمين، يرحم كل شهيد بيدافع بعقيدة سليمة وبدين. ايدي في ايدك، نختار قادة وتعود مصر صلاح الدين، لا فيها الظلم ولا استعباد ولا بلطجة ونعيش امنين. ايدي في ايدك وبصوت عالي، يلا يا كل المصريين،
نبني بلدنا بإيد مصرية وبعلماء مصر البارزين، في جميع المجالات تلاقيهم بيقولوا كلنا جاهزين، في الكيمياء وفي الطب تلاقي، والهندسة وعلوم الدين، ايدي في ايدك يلا ننفذ، عهد يكون صادق وامين، رجل التعليم للتعليم والهندسة لها ناس تانيين، يا طبيب في المستشفى بيكشف يبقى وزير صحة ده امين، ضابط او طيار او جندي او فلاح يزرع فدادين، الكل بيعمل في مجاله وكفاية تخلف 30. استاذ محمد بشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليك، وايدي في ايدك. اعتقد ان احنا لما تكون ايدينا في ايدين بعض مصر هتختلف زي ما انت بتقول، ان احنا نعدل السلوكيات، ان احنا نحط ايدينا ان احنا زي ما قضينا على الفساد اللي موجود من خلال بعض القيادات اللي كانوا بيعتبروا مصر عزبة او ملكية خاصة عليهم، ان احنا محتاجين نحول مصر الى طريق الديمقراطية والمقدمة زي ما تركيا وصلت للمقدمة، زي ما دول امثله كتير في امثله عربيه كتير تمام. وصلت للمقدمه وكانوا اقل مننا بكتير. كويس. طيب في شو تشبيه، انا قريت جزء منها سريع كده، وكان موضوع القرش والقرش 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 اللي هو ما بقالوش يعني قيمه، وفي قرش سمك البحر. ايه انت عايز تقول ايه من الموضوع ده؟ عايز تتكلم على الفلوس ولا على اشرف اللي تحول لبلطجي؟ هي اي جزء بكتبه بيكون اسقاط على حاجه احنا عاصرناها. تمام. هو اسمه شريف على فكره مش اشرف. ايه اسمه شريف. اسمه شريف. اصل انا ماشي اوكي اظن ما فاي حاجه كانت اسقاط على حاجه احنا عاصرناها. كويس. انا جيلي ما شافش قرش. تمام. سمع عنه. كويس. تمام. بنتكلم ان الحاله الماديه للمواطن المصري ما عادتش مستحمله اي مشاكل تانية. تمام. تمام. فمشكله زي القرش اللي كان طالب شرم الشيخ من فتره اثرت على السياحه، اثرت على البلد. تمام. فاي مواطن مصري مش حمل مشكله جديده. تمام. ده كان موضوع. الموضوع الثاني كان موضوع شريف دوت، كان فيه الى حد ما نصيحه يعني. في حاجات بكتبها يعني زي نصيحه، زي كويس فكره ان شريف دوت بتحكي قصته ان هو اتعرض لبلطجيه فتحوا ايده. دي قصه حقيقيه يعني. واحد فعلا صاحبي حصل له كده. معظم حاجات في الكتاب او معظمها فعلا حاجات حصلت فعلا. تمام. فعشان ما يقعش نفع عن نفسه، ما يطلعش الفلوس اللي معاه. راحوا زي ما بنقول كده معورينه في ايده. بس تعويره جامده يعني. لا كانت مشكله يوميها فعلا. تمام. طب الحل ايه؟ هل يبقى في امن ولا يبقى بلطجي؟ كويس. بس هو بقى بلطجي عشان يحمي نفسه. هو ده مش الحل. تمام. بس هو ده اللي هو عمله. طب انا احل المشكله دي ازاي؟ ان الامن يكون موجود بس. كويس. فالكتاب مش بس موجه للمواطنين، شويه منه جزء موجه للحكومه نفسها. تمام. ان انا يعني ايه لازم اعدل من نفسي انا كمان. كويس. نستقبل التليفون معانا محمد محفوظ. الو. ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. الله يخليك. اخبارك منور يا محمد البرنامج. ربنا يخليك، اتفضل. الله يخليك. بتكلم برضو عن الحلقه. طبعا الحلقه طبعا منتهى الجمال وعن الثوره والكلام ده كله. وطبعا كان شرفني انا اتلقيت معاك في كذا برنامج في كذا حلقه قبل كده. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. فطبعا انا بحب اشجع شباب الثوره اللي هم قاموا بالمجهود العظيم دوت. انت شاركت في الثوره ولا لا؟ بيني وبينك انا ما شاركتش في الاول، انا شاركت في الاخر. شاركت من يوم ايه؟ لا ده من بعد التنحي. من بعد التنحي. هل كنت في الاول مقتنع بفكره الثوره ولا كنت معارض؟ كنت في الاول انا قلت ايه ممكن زوبعة في فنجان وهتعدي، بس لقيت الموضوع بقى بيكبر وبقى فيه تطورات وفي مواضيع بتتكلم، فلقيت بقيت ايجابي معاهم يعني. فقلت لا ده فعلا ده حاجه كويسه وهتخدم البلد وتخدم الدنيا كلها. فطبعا بسبب الموضوع ده تعاملت مع المخرج وليد فاروق في فيلم عن الموضوع دوت. تمام. واحنا حاليا بنصور فيه اسمه ميكروباص، بيتكلم عن ايه الثوره، انتاج شركه شعاع الثقافيه. تمام. احنا ان شاء الله نبقى نشوف جزء من العمل ده لما يكون جاهز. انا بشكرك جدا يا محمد، وانا اسف ان الوقت خلاص قرب ينتهي. محمد هو بيتكلم من نواحي فنيه برضه. تمام. وقبليها استاذ محمد برضه الشاعر اللي اتكلم من خلال الشعر، واستاذ سمير من خلال الشعر، ومصطفى من خلال الشعر والكتابه.
في ميدان التحرير كان في بانوراما فنيه بالظبط. من شعراء لملحنين لمطربين لممثلين لرسامين.